أهلا بكم. أنا يمنى وده بودكاست طمأنينة، مساحة أمان وسط كل القلق. في ناس إحنا مش بنتخيل الحياة من غيرهم، بنفتكر إنهم هيفضلوا موجودين دايما، لحد ما في يوم عادي جدا الدنيا بتقرر تاخدهم مننا. من يومين أنا فقدت أبويا، ومن ساعتها وأنا حاسة إن في جزء مني اختفى معاه. الغريبة إن العالم مكمل عادي، والناس بتضحك والشمس بتطلع، بس جوايا في حاجة وقفت. وأعتقد إن الأول مرة فهمت فيها معنى كلمة الفقد كانت لما بقيت نفسي أحكي لأبويا حاجة وافتكر فجأة إنه مش موجود. عمري ما كنت أتخيل إن في يوم هصحى وأبقى إنسانة فقدت أبوها. الكلمة نفسها كانت بعيدة بعيدة قوي، كأن الموت بيحصل للناس التانية بس. أبويا كان دايما موجود، وده اللي بيخلي الفقد صادم بالشكل ده، إنك بتتعود على وجود الشخص لدرجة تحس إنه جزء ثابت من الحياة، زي البيت، زي الأمان، زي النفس. ومرة واحدة كل حاجة تتغير. أصعب حاجة في الفقد إنك ما تعرفش إن دي آخر مرة، آخر مكالمة، آخر قعدة، آخر كلمة، آخر نظرة. محدش بيقولك خد بالك دي آخر مرة هتشوفه. وعلشان كده بعد الفقد كل الذكريات العادية بتتحول لحاجات مؤلمة بشكل مش طبيعي. صوته، مكانه، طريقته في الكلام، حتى الحاجات اللي كانت بسيطة بتبقى وحشة جدا. في وسط كل الوجع ده أول حاجة حسيتها هي العجز. الإنسان مهما كان قوي في لحظة واحدة بيبقى ضعيف جدا قدام قضاء ربنا. لا يقدر يرجع حد، ولا يوقف وقت، ولا يغير قدر. ودي يمكن أول مرة فعلا أفهم فيها معنى التسليم، إنك تبقى موجوعة جدا لكن جواك يقين إن ربنا أرحم بينا من الدنيا، وأرحم باللي فقدناهم كمان. إحنا كبشر بنشوف الموت نهاية، لكن المؤمن الحقيقي بيبص للموت بطريقة مختلفة. الموت مش اختفاء، الموت انتقال من ضيق الدنيا لسعة ربنا ورحمته. ويمكن عشان كده ربنا كان دايما بيفكرنا إن الدنيا مؤقتة، وإننا إنا لله وإنا إليه راجعون. الجملة اللي كنا بنقولها بشكل عادي فجأة بقت عميقة جدا. إحنا فعلا ملك لربنا، واللي بنحبهم أمانة، وفي يوم الأمانة بترجع لصاحبها. كل شوية أفكر يمكن دلوقتي أبويا محتاج دعائي أكتر من حزني، محتاج إني أطلع له صدقة، إني أقرأ قرآن، إني أفضل أذكره بالخير، إني أكون امتداد للأثر الحلو اللي سابه في الدنيا. لأن الإنسان في الآخر مش بياخد معاه غير عمله، لا شغل ولا فلوس ولا أي حاجة من الدنيا. وفجأة بتحس إن كل الحاجات اللي كانت واخدة مننا عمرنا صغيرة جدا، وإن أهم حاجة فعلا هي علاقتنا بربنا. يمكن الفقد مؤلم، يمكن هو أكتر شيء بيصحي القلب، بيفكرنا إن العمر قصير، وإننا كلنا راجعين لربنا، وإن مفيش حاجة تستحق نضيع عمرنا بعيد عنه. يمكن أول مرة في حياتي أفهم معنى الدعاء ده بصدق: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. لأن الدنيا فعلا أصغر وأضعف مننا نتعلق بيها بالشكل ده. الفقد بيغير الإنسان، بيخليه أهدى، أعمق وأقرب للآخرة. وفجأة الحاجات اللي كانت مهمة جدا بالنسبة له ما بقاش ليها نفس القيمة. والحاجات اللي كنا بنأجلها زي الصلاة بخشوع، الدعاء، القرب من ربنا، بتبقى أهم من أي شيء. أنا مؤمنة إن اللي بينام تحت رحمة ربنا مش خسران. ربنا أكرم من إن يضيع روح تعبت في الدنيا. يمكن الفكرة اللي مطمناني فعلا إن الموت مش النهاية. النهاية الحقيقية إن الإنسان يمشي من الدنيا بدون أثر طيب، بدون دعوة صادقة، وبدون قلب يحبه. لكن أبويا ساب أثر، ساب حب، وساب دعوات طالعة من القلب. لو أنت بتسمعني دلوقتي وأهلك لسه موجودين، روح اقعد معاهم، بوس ايديهم، سامحهم، قول لهم إنك بتحبهم، علشان في يوم هتتمنى دقيقة واحدة بس تكون معاهم. ولو أنت فقدت حد بتحبه فأنا حاسة بيك، وعايزاك تعرف إن الحزن مش ضعف، والدموع مش اعتراض على قضاء ربنا. حد سيدنا يعقوب بكى، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حزن وبكى.
احنا بس بشر ونحاول نتعلم ازاي نكمل بقلوب ناقصة. أبويا، يمكن انت مش سامع صوتي دلوقتي، لكن أنا بدعي لك من قلبي. اللهم ارحمه رحمة واسعة، واغفر له وأنر قبره، واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل كل تعبه في الدنيا راحة له في الآخرة، وكل خير عمله نور يلقاه عندك. اللهم اجمعني بيه يوما ما في جنة لا فراق فيها ولا خوف ولا وداع. وأعتقد إن الإنسان لما بيفقد أبوه بيعرف لأول مرة إن الأمان كان شخص. كان معكم طمأنينة، مساحة أمان وسط كل القلق. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة. خلي بالك من قلبك.